كابتن يوسف الغدير، وش اللي قاعد يصير في المغرب؟ حتى منتخب الشباب ما شاء الله يعني. والله يمكن دور الاحتراف ابو بدر، دور الاحتراف من اعمار صغيره، ارسال اللاعب انه يلعب في انديه حتى لو كانت مغموره درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه في الدوريات الاوروبيه، انا اعتقد هذا هو الاساس، ليس فقط في داخل المغرب، هذا اساس اللاعب المغربي. خلينا نقول 50-50. هذه نتائج المنتخب المغربي. شوف النتائج المنتخب المغربي كابتن اشرف وكابتن كرامي الرديني في المنتخبات كلها، تروح شوف نتاج عمل وتخطيط. اكيد هذا شوف عندك المنتخب عمل كبير وتخطيط، عمل كبير وتخطيط. نعم. واللي اعتقد يقود كذلك هذا التخطيط كذلك سيدي ملك المغرب، وكذلك متابعه دقيقه من ولي العهد مولاي الحسن، وكذلك متابعه كذلك دقيقه من رئيس الجامعه الملكيه الاستاذ فوزي لقجع. نتائج كبيره كابتن كرامي لهذا المنتخب او المنتخبات بشكل عام. منتخبات كامله. المغرب بصراحه عظيمه في كره القدم، يعني بيشتغلوا على جميع الجوانب، سواء اللي هم اصحاب الجوازين او الجنسيتين اللي هم موجودين في اوروبا، او سواء المدربين الشباب. شفت من وهبه للسكتيوي لوليد الكراكي، نبيل باها كذلك، نبيل باها. شوف تواصل، حتى الكره النسائيه على اعلى مستوى. بحيي فيه الكره المغربيه، بحيي فيه فوزي لقجع، اللي ده مش نتاج اليوم عبد الله، عمل كبير، ما الصدفه. تخطيط طويل سنوات. طيب. والمغرب تستحق. المحليين كان امبارح مش كده صح؟ اتغلب 2-0 من منتخب المغرب. عايز اقول لكم بقى فرق الكواليتي، احنا في حته ثانيه خالص يا جماعه، بعيد قوي، احنا بعيد قوي في الكوره. احنا اشرف بن شرقي ده، هقول لكم بس يعني اشرف بن شرقي وبنتاي، واحد لعيب في الزمالك رقم اساسي، وواحد لعيب في الاهلي اساسي، عيب 2 لعيبه المفترض ان هم سوبر ستار في الدوري المصري، بيلعبوا في منتخب المغرب الثاني. عارفين يعني ايه الثاني؟ منتخب المحليين. عارفين يعني ايه؟ فرق كواليتي رهيب. اشرف بن شرقي ده لو مصري كان زمانه عامل له تمثال دلوقتي، كان زمانه ما بيطلعش من الملعب، كان زمانه بقى اساسي منتخب مصر الاول، وقاعد كده حاطط رجل على رجل بالقدرات والامكانيات بتاعته هو وبنتاي الاثنين. انما شفتوا فرق الكواليتي يا جماعه؟ ده بيلعب ده منتخب المحليين، هو الاثنين منتخب محليين. شفتوا احنا وصلنا فين في الكوره؟ انه يبقى احرف واحد في النادي الاهلي وباك ليفت الزمالك العبقري، الاثنين بياخدوهم كده مصر منتخب محليين، يعني كاس العرب، كاس الرابطه، كاس مش عارف ايه، يعني كاس الرئيس، اي كاس مش فارقه كتير. ده انا بقول لكم احنا وصلنا فين في الكوره والمغرب وصلت فين في الكوره. هم 2005 بتوعهم بيصعدوا اول على البرازيل والارجنتين، واحنا 2005 بتوعنا يا رب هولندا تتعادل مع الدنمارك عشان نصعد بفرق الحظ. النبي ده كلام. وحماده انور ما ياخدش، يا رب والنبي ما ياخد انذار يا جماعه. والمصحف بذمتكم مش عيب؟ مش عيب والله العظيم عيب لما يكون مصر بقيمتها الكبيره بعدد البطولات اللي اخدتها رقم 1 المفترض على افريقيا، بنوصل لدرجه ان السوبر ستارز بتوعنا اللي بيلعبوا في انديتنا بيلعبوا منتخب المحليين، واحنا بتوع ما عندناش. القماشه مش موجوده، مفيش، بس عمالين نناكف بعض، بتاع المحليين بيناكف الفريق الاول وبتاع الفريق الاول بيناكف المحليين وشغالين مناكفه. نيجي بقى في الاساس مفيش، نيجي في الشغل على الارض مفيش. المغرب هريانه في كل حاجه، بص مكسره عظمنا في كل حاجه، منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله هنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب، ها هنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب وهنا بيكسب. منتخب الشباب بتاعه وصل لدور الثمانيه ومش بعيد يروح في حته بعيده، يروح السيمي فاينل، يروح للفاينل، يروح في حته بعيده. فرق الكواليتي، فرق الشغل، فرق الدوري العام، فرق الامكانيات، فرق القدرات، فرق كل حاجه. وهنفضل نقول فرق كل مره هنفضل نقول ونفكر اللي مسؤولين عن كره القدم في مصر، بنفكرهم
رحنا كاس العالم، مبروك يا سيدي، الف مبروك يا حسام حسن، مبروك يا ابراهيم حسن، يا كباتننا الكبار، مبروك الف مبروك، حققتوا الهدف. بس ده مش انجاز، ده هدف مش انجاز. 10 فرق بيصعدوا من افريقيا، ده حاجه، ده هدف حققته، نحييك، نسقف لك، نقول لك برافو عليك، حققت الهدف المطلوب منك والهدف الطبيعي. لكن هل هو انجاز؟ لا مش انجاز طبعا. الانجاز ان شاء الله لما كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن يروح بينا في افريقيا لأبعد مكان، وفي كاس العالم للانديه، كاس العالم باذن الله تعالى يودونا في حته حلوه ومحترمه. بما انك تحكي عن البطوله التونسيه والنسق والدوري والمستوى وقلت تتحسن وما تعرفش كون مشي الشامبيونات وحاجه باهيه فما تشويق، مقارنه بالدوري المغربي من الافضل؟ نعرف سؤال محرج لكن نحبك تنزع الدبلوماسيه تو. لا مش محرج، مش محرج. البطوله المغربيه تتعمد اكثر على التكنيك، احنا نتعمدوا اكثر على التكتيك. البطوله المغربيه اعطيهم يتفرجوا في الكره، احنا اعطينا نربحوا الماتش. هذاك الفرق بين زوج بطولات. هلا ما يحبوش يربحوا في المغرب؟ لا يحبوا يتفرجوا في الكره. يقول لك نحب اداء. انت عملت 4 بونت وخرجك الرئيس. يحب يقول لك اداء ونتيجه. اليوم في الكره يتلعب احد 4-1 اللي بين فايده نتيجه. يا لسع انت تو في الرجاء عملت ماتش نول وفيكتوار وتنحيت وخاطر الرئيس يحب النتيجه، ما يحبش هكا ولا غلط؟ الاداء والنتيجه. ايه احنا الرئيس خطيه، هو تقييم الرئيس خطيه. هو لا ارقام، ما بالارقام اللي تحكي عليها الاسعد اللي عملتها انت تو معناتها نورمالمون مش يتواصلوا معك، يعطيوك كارت بلون معناتها بالحق. معناتها هيك تشوف معناتها الحاجات اللي نسمع فيها، وخاصة انت كنت حكيت لي معناتها بالحق دي بوان دانتيروغاسيون، وترجع نفس الخانه. ما تقوليش احنا الكره نتاعنا بالامكانيات نتاعنا، باللي قول لي بالامكانيات نتاعنا بظروفنا بالانفراستركتور اللي عندنا بالواحد نسميو احنا معناتها بارابور المغاربه كورتنا محترمه ومحترمه للغايه. بدا باش نبداو واضحين حتى في النسق. راهو انا نعتبر السنه البطوله نتاعنا النسق متصاعد بارابور للسنوات اللي فاتت، خاطر الكونكورونس كبرت، جمعيات ولات خير، النيفو خير، ماتشوات خير، ستاد تونيزيان رجعت في احسن حالاتها، زرزيس، مستير، اس قاعده ترجع. اليوم نشوفوا في جمعيات متلوي اللي قاعده تعمل في سيزون محترمه اجمالا. معناتها نشوفوا في فرق كمان موجوده بالامكانيات البسيطه، بالرغم ان عندنا مشاكل عديده هذه ما يلزمش تغطي اللي احنا فيه، لكن في نهايه الامر كورتنا ما زالت قادره تتطور كي نعطيوها. في نهايه الامر ناصر الاسعد ما جاوبناش مباشره على البطوله الافضل بين المغرب وتونس. ماني قلت لك؟ لا قلت لي احنا نحبوا الربح وهم يحبوا اللعب الجميل. لا قلت لك هما اجمالا سون دي جوار تري تكنيسيان. احنا سون دي جوار ديسبليني، نقفوا في التيران بالكدا تكتيكمون بالكدا، نخليك نعطيك الكره العب وانا نربحك. هما لا، هما اكثر حاجه يحبوها يحبوا الاداء والتكنيك وبعداش يجي نتيجه، فهمتني؟ دونك هذه اللي انا شخصيا اليوم ما عادش فما اداء في الكره. اليوم ما تلعبش وحدك انت، اليوم عندك ادفرسير في التيران. اليوم ما تنجم تلعب احد 4-1 وتجي تحب تلعب كره كبيره. اليوم تحكي على دي انا نتاع جمعيه، يقول لك مثلا الجمعيه ذيك تلعب تيكي تاكا. البرشلونه فما فرق راهو عادل. اليوم ما فما حتى فريق لا في تونس ولا في المغرب عنده دي انا نتاعو، سي فيني. الجمعيه الوحيده اللي ما زالت تنجم تلعب في الدي ان نتاعها هي برشلونه. علاش؟ خاطر تلعب 7-8 ملاعبيه من